مرحبا بكم أعزائي الكرام أينما كنتم، أهلا بكم من جديد في آخر تطورات طقس المغرب. إذا كالعادة قبل أن نبدأ هذا الفيديو نرجو من المتابعين الأوفياء دعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. قبل أن نمر لآخر المستجدات بالحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله، سنحلل في الأول صورة الساتيل التي أخذت قبل قليل. من خلال تحليلنا لصورة الساتيل تبين لنا مرور سحب من الأجواء العليا بجل مناطق النصف الشمالي للمملكة، لكن بدون فعالية. ما عدا هذا ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، هذا فضلا عن طقس نسبيا بارد لا سيما خلال الليل وأول الصباح بكل من المرتفعات والمناطق المجاورة والهضاب العليا الشرقية والريف. وفيما يرتقب بمشيئة الله أن تعرف الحالة الجوية ليوم غد بحول الله استقرارا تاما بجل مناطق المملكة، ما عدا مرور بعض السحب من الأجواء العليا بالنصف الشمالي للمملكة، وهذا راجع لهيمنة المرتفع الآسوري بالطول والعرض، الشيء الذي يسمح للمنخفضات الجوية بالذهاب إلى الشمال. والرياح محليا معتدلة ستهب بمشيئة الله يوم غد لا سيما خلال الزوال بكل من الشمال الغربي وبأقل من الصحراوية والشمال الشرقي والهضاب العليا الشرقية، في انتظار قدوم بعض السحب الممطرة إلى المملكة انطلاقا من ليلة يوم غد الثلاثاء بحول الله وصبيحة يوم الأربعاء، والتي ستقتصر سوى على الشمال الغربي وغرب الريف وبأقصى المنطقة الغربية. على العموم ستكون هذه الزخات المطرية بهذه المناطق من معتدلة شيئا ما إلى ضعيفة ومتفرقة، وهذا راجع لتمركز منخفض جوي أطلسي إيبيري بالبرتغال وإسبانيا، الشيء الذي يسمح لتوغل بعض شظايا من هذا المنخفض بالمناطق الشمالية أو بأقصى الشمال. ما عدا هذا ستبقى الأجواء خلال يوم الأربعاء المقبل مستقرة بباقي ربوع المملكة والله أعلم، مع سماء صافية إلى قليلة سحب، هذا مع استمرار الطقس البارد لا سيما بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية. إذا أعزائي الكرام لقد وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بقية أمسية طيبة، كونوا في الموعد وإلى اللقاء.